السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا العائلة، كي دايرين؟ لبس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله بإذن الله. اليوم ان شاء الله الفيديو ديال البسيطلات ان شاء الله، ديال البساطه اللي كما قلت لكم ديك النهار خدمتهم في هذيك الخدمه ديال ديك العراضه. ثلاثه ديال البساطل ان شاء الله غنوريكم الطريقه ديالتها كيفاش طويناها ان شاء الله، ومن الاول حتى الاخير غير تبعوا في الفيديو كيفاش طويناها، كيفاش طيبناها، كيفاش وجدناها ان شاء الله. المهم كلشي ان شاء الله غادي تفرجوا فيه اليوم ان شاء الله باذن الله. غادي نبداو ان شاء الله باذن الله. اول حاجه غادي ناخذ الطنجره اللي غادي ان شاء الله نطيبوا فيها الدجاج ديالنا، ياك غادي نديروا فيها الزيت والبصله ان شاء الله. ف هنا عندي تقريبا واحد 4 كيلو ديال البصله كتشلض رقيقه، فهمتي؟ يعني كنشدوها كنشلضوها رقيقه صافي، وكنبداو نشحروا فيها. انا ضروري البصله كنشحر البصله هي الاولى باش داك البصله ما كتبقاش مكنزه. كندير هنا الخرقوم، هانتوما شفتوا تبارك الله، يعني واحد 3 المعالق كبار ديال الخرقوم وواحد 3 المعالق كبار ديال سكينجبير. هانتوما شفتوا، يعني 3 المعالق عامرين ديال سكينجبير حتى 4 المعالق، لان سكينجبير ماشي مشكل كيجي مع الدجاج، سكينجبير ديما كيجي غزال مع الدجاج. الخرقوم كما نتوما شفتوا. بالنسبه للبزار هي شويه، هانتوما لاحظوا البزار هي شويه اللي درت في 3 ديال البساطل، يعني كل راس معلقه صغيره في كل وحده صافي. غادي ندير السمن، هاد السمن هذا راه حايل يعني معتق، هادشي باش انا درت عيه شويه ديال السمن. اللي عندها سمن حلو ما تكثر فيه باش يعطي مذاق زوين، واللي عندها السمن حايل دير كما درت حتى انا صافي. وغادي نبدا نشحر البصله ديالي. ضروري انا كنشحر البصله، انا كنشوف كاين شي ناس ما كيشحروش البصله، ولكن راه كنفضل انك تشحري البصله. هي جربي شحري البصله مزيان هي الاولى حتى تقلى، يعني داك البصله كتحمر وكتقلى. انا حتى في الدجاج المحمر هكا كندير، الدجاج المحمر ما كنجيش وكنرمي البصله هكاك في الماء، ما كتعجبنيش صافي. هنايا درت شويه ديال الزعفران الحر وغادي نحكو ونزيدو على البصله، وغادي نكمل كما قلت لكم نشحر مزيان هذيك البصيله ديالي صافي. وهنا ان شاء الله غادي ندير عويدات ديال القرفه، هانتوما شفتوا عويدات ديال القرفه. وغادي نكمل كما لاحظتوا، هاي بدات كتحمر، شفتوا البصله بدات كتحمر وبدات كتشحر، ونقابلها مزيان باش ما تحرقش. وكما قلت لكم هنا درت زويته مع البصله صافي. غنبقى نستمر بهذه الطريقه حتى كتبان لي البصله ديالتي تشحرات. بني تشحر مزيان 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 ان شاء الله، عاد نبداو نضيفوه في الدجاج صافي. هانتوما لاحظتوا كيفاش هنا تشحرات مزيان. هنا غادي نبدا نضيف في الدجاج. انا هنايا استعملت الفخوضه مع الفوقاني ديال الفخذ مع السدوره صافي، لان الدجاجه كامله كيكون فيها في الظهر ديالها دوك العظيمات ما كيكونوش فيهم اللحم، فهمتي؟ فانا استعملت هادو الفخوضه، لان الفخوضه ضروريين، والصدر الفخوضه وداك الفوقاني ديال الفخذ والسدوره صافي. انا كنستعمل في كل بسطيله، يعني الا بغيتوا البسطيله ديال 40 كنهضر على 40، البسطيله ديال 40 وتكون عامره وزوينه، راه كديري فيها حتى 3 ديال الفراج ديال 2 كيلو، فهمتي؟ فهنا حنا في 3 ديال البسطيلات فراه استعملنا 5 كيلو ديال الدجاج، لاننا استعملنا الدجاج كما قلت لك غير الفخوضه والفوقاني ديال استسمح ماشي 5 كيلو، استعملنا 9 الكيلو، 9 كيلو في كل وحده 3 كيلو، فهمتي؟ يعني في كل وحده بسطيله درنا 3 كيلو ديال الدجاج، فيها كما قلت لكم الصدوره وفيها الفخوضه كما لاحظتوا. فلا كنتو غتستعملوا الدجاجه كامله ديروا 3 ديال الفراج اولا 2 ديال الفراج ونص، كل وحده فيها ديال 2 كيلو. منين كترياش وكتنقى وداكشي الفروج راه كيبقى فيه داك كيلو اللي كيبقى فيه، كيلو ورباع، هادشي اللي كيبقى في الفروج، فهمتي؟ انا هنايا استعملت كما قلت لكم 3 كيلو في كل بسطيله
صافي. يعني هنا في المجموع كانت عندنا 9 الكيلو ديال الدجاج. صافي شحرت واحد شي شويه داك الدجاج ديالي ورويت بالماء. ها انتم لاحظوا، رويت بالماء. غادي نحركو مزيان باش يهبط داك الماء لتحت ان شاء الله. زدت هنا عويضات ديال القرفه، انا سديت عليها واحد شويه ورجعت عليها عاوتاني. غادي نرمي فيها المعدنوس. يعني هنا ما كنديرش القزبور، كندير المعدنوس. صافي انا شديت المعدنوس وقرطته وضفتو فيها، حيت المعدنوس كيعطي مذاق زوين. وحتى تقبطيه، ديري هكا قبيطات ديال المعدنوس وتحطيهم فيهم حتى همايا مزيانه، لان المعدنوس كيعطي مذاق زوين مع الدجاج. صافي كنحرك كما لاحظتوا، غادي نحرك باش داك الماء كيهبط لتحت وما يشد لياش الدجاج وما يتحرقش لتحت. صافي سديت على الطنجره ديالي. هنا مليحه لانني نسيت مليحه، رجعت ضفت المليحه. صافي المليحه على حسب الذوق، مهم ذوقي وشوفي على حسب. عرفتي الدجاج راه كيكون مغسول بالملحه، فهمتي، مرقد بالملحه، مهم ذوقي ورجعي. انا هنا رميت عويدات ديال بسيبيسه، ماشي مشكل واخا ترمي عويدات ديال بسيبيسه هكاك راهم تيذوبوا. كانت عندك بسيبيسه مطحونه رميها. صافي هانتوما شتو كما درت قبيطه ديال المعدنوس، حتى هي درتها كما قلت لكم قبيله، راه غندير قبيطه ديال المعدنوس. صافي هنايا ضفت العويدات ديال البسيبيسه. البسيبيسه كتجي رائعه مع الدجاج، كتواتى مع الدجاج بسيبيسه. ديما فيما يكون عندك الدجاج هي ديري بسيبيسه، راه كتجي زوينه مع الدجاج. صافي انا رميت داك جوج عويدات ديال بسيبيسه وغادي نسد ان شاء الله على الطنجير ديالي وغنخليه. انا هنا تقريبا واحد نص ساعه ديال المكانه. صافي رجعت لقيته طاب. هانتي شتي الدجاج ديالي طاب، ها هو تفصل داك العظيمه تفصلوا على اللحيمات. صافي وغادي نبدا نهز ان شاء الله. حطيت حدايا واحد الطاوه وغادي نبدا نهز فيها داك الدجاج ديالي ونحطو في الطاوه يتسقطر. صافي هانتوما شفتوا هذيك لالوش اللي كنهز بها راه متقبه باش تتخرج ليا المريقه كتبقى لتحت. وغادي نبدا نصفف الدجاج ديالي كاع كامل ونحطو في الطاوه. شفتوا هانتوما تبارك الله كيفاش داير الدجاج، راه طايب ملوخ لدرجه العظيمات تفصلوا على اللحيمات. هانتوما شوفوا تبارك الله الدجاج، شوفوا حتى السدوره. شتي كنبغي نوريكم انه طايب، شوفوا مملوخ كيفاش مملوخ. صافي وهنا غادي نرجع لهذيك الدغميره وغادي نبقى ندغمر فيها. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي فنه فنه فنه. ونعطيها لان البصله كما قلت لك راه شحرتيها في الاول، غترجعي عليها تلقايها تبارك الله ولات معلكه. هانتوما شفتوا هنا كانت قريفه، القرفه مدقوقه. وغادي نحرك 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 نحرك. صافي نبقى نحرك مزيان ونقابلها حتى كتوقف ليا وكيولي ليا الزيت مفروق على الدغميره. هنا غادي ندير البيض. شحال درت من بيضه؟ هنا درت بلاطو 30 بيضه، فكل بسطيله كنديروا فيها 10 ديال البيضات. صافي 10 ديال البيضات، 3 كيلو ديال الدجاج. وبالنسبه للوز انا كندير نص كيلو في الوحده، كل وحده كنديروا فيها نص كيلو ديال اللوز. انا كنعطيكم هذا القياس اللي انا كنخدم به وراه كتجي فنه وزوينه. صافي وغادي نبدا ان شاء الله نحرك في البيض مع الدغميره، نحركو مزيان، نحركو حتى غادي يطيب ليا البيض. فكما قلت لكم انتم شفتوا لان الدجاج اللي استعملت الفروج راه غيخرج لكم الكسور. شتي عاوتاني ما يمكنلكش تستعملي الصدوره بوحديهم كيجيو ناشفين، استعملي الفخوضه والصدوره. هنا اللوز ديالي عندي كيلو ونص ديال اللوز، شديته فركته، يعني خوت عليه الماء طايب وفركته. وملي فركته قليته. صافي قليته ملي نشف طحنته. ملي طحنته هنا عندي السكر كلاصي، عندي المسكه الحره، وعندي شويه ديال القرفه والزهر. صافي الزهر، السكر كلاصي والمسكه الحره. صافي هنايا طحنتهم خلطتهم مع بعضياتهم. ويمكن لكم تستعملوا حتى السكر سنيده، راه حتى هو كيجي زوين. غير المهم انا هنا استعملت السكر كلاصي، راه يمكن لكم تستعملوا حتى سنيده. شحال من مره كنستعمل سنيده وهي كتجي زوينه. هذا الروح ديال الزهر. وانا ما كنستعملش الماء ديال الزهر بصفه نهائيه لانه كيجيني مر وما كيعجبنيش. فانا استعملت هنايا كما لاحظتوا
الروح ديال الزهر، غتلقاو لي داك القريعه ديال الروح ديال الزهر هما بقاو تخدموا به. صافي كيلونز ديال اللوز هنا كما قلت لكم شديته وقليته وطحنته وضفت عليه المسكه الحره وضفت عليه السكر سنيده ولا السكر كلاصي والقريفه والزهر، وغادي ندعقو مزيان 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 مزيان. صافي وها اللوز ديالي واجد. صافي كنخلطو باش كتدخل ليه داك الاقامه ديالتها مزيان. صافي ها اللوز ديالي ها هو واجد ان شاء الله. هنا قبل ما غادي نبدا نخدم، هذا راه البيض ديالنا من بعد ما طاب، هو هذا اللوز من بعد ما وجدناه، وهذا الدجاج ملي حيدنا ليه العظيمات ياك. ضروري باش يجيوكم البساطه كلهم قد تفرقوا، حتى القياس ديالك وفرقي. هنايا الزبده، هنا شديت زبده حيوانيه سبيسيال وشديتها ودرتها في الكاسرونه وخليتها على عافيه تكون مهيله باش ما تحرقش لك الزبده، وتخليها كتبقى غادا طيب الذوب. مني غادوب غادي تبدا طيب، تبدا تطرطق كدير رغوه حتى كتولي كتسمى بوغنوازيت. كيتحيد منها داك الحليب كيتحرق لتحت وكيهبط لتحت وكتبقى لك الزبيده ديالك. هذه باش ما تجيكش الورقه لاويه، راه الا شديتي الورقه بوحديتها ودهنتيها بالزبده اللي كتكون غير شديتيها وذوبتيها غتجيك الورقه لاويه وما غتجيكش مقرمله. فهمتي؟ شدي ضروري هذيك الزبده ديالك ونقصي العافيه. ملي تشوفيها دابت خليها واحد شويه غتبدا تغلى وكدير لك شكوشه، غير هي نقصي العافيه باش ما تحرق لكش. صافي ملي كتبان لك صافي طابت ما بقاش فيها الماء، طفي عليها خليها كتهبط. غادي داك الحليب اللي كيكون تحرق راه تيهبط لتحت وكتبقى لك الزبده الفوق بحال الزيت. صافي هذيك هي اللي غتخدمي بها، كتجيك مقرمله وبنينه. صافي انا درتها ودرت عليها الزيت. كاين اللي كيبغي يخدم غير بالزيت بوحديته، انا علاش كنبغي نخدم بالزبده؟ لانها بنينه كتعطيك مذاق زوين في الورقه. ملي كديري بوغنوازيت كتعطيك مذاق زوين في الورقه. راه هادشي ما كنديرش الزيت بوحدو، هو بامكانك انك ديريه الزيت بوحديته، ولكن الا كانت الزبده سبيسيال كنتي غديريه المارغرين بلاش ما ديريهاش، ديريه الزيت. صافي انا هنا خديت الورقه ديال البخار وشديتها، وفيما كنهز هذيك الزبده ديالي والزيت وكندهن بها بهذه الطريقه كما لاحظتوا باش كتدهن الورقه ديالتي كامله. انا هنا خدمت في هاد الطاوات اللي كيكونوا عندهم الحاشيات، ما خدمتش في الصواني ديال البساطه. استعملت هذيك البابي كويسون من التحت باش تجيني ساهله نهز البسطيله ديالي. صافي واخا تستعملوا الطاوات اللي مختصين ديال البسطيله، ديري ضروري هذاك البابي كويسون من التحت باش تجيك ساهله تجربيه البسطيله ديالتك ما تهرسلكش ملي تكوني كتقلبيها في الطبسيل. هنايا في الطريقه ديال الطويان غنشد الورقه ديال البسطيله الجهه الكبيره غادي نخرجها على برا، والجهه الصغيره غادي ندخلها من الداخل. ها نتوما لاحظوا ان هنا راه ماشي الورقه جيت في النص ودرتو لداخل نص ودرتو على برا، لا، الجهه اكثريه كنخرجوا على برا، الاكثريه ديال الورقه تنخرجوا على برا. شفتي؟ والجهه القليله كنديرها من الداخل. هذه في التفريشه الاولى. هانتوما لاحظوا هنايا استعملت 5 ديال الورقات من التحت. انا هنا كنبغي نبسط ما امكن، حيت كاينين الناس اللي تيقولك بسطي معنا نشوفوا طريقه التبسيط، ما تخدميش معنا على اساس زعما راه كنفهموا. فهمتي؟ هادشي باش كنبسط. من بعد ما درنا ديك 5 الورقات ودرنا الجهه اللي صغيره من الداخل، دابا غنديروا العكس. هانتوما لاحظوا الجهه الكبيره من الورقه غندخلها لداخل والجهه الصغيره غنخرجها من برا. صافي باش كتجيك الورقه ملمطه والبسطيله ديالك كتجيك ملمطه ومجموعه. صافي التفريشه التحتانيه درنا الورقه من التحت شويه ومن برا خارجه. التفريشه اللي فوق منها هانتوما هاد التفريشه اللي فوق منها كندخلوا الورقه الاكثريه كندخلوه لداخل، وداك الشويه اللي خارج كنخرجوه على برا. صافي هانتوما شوف. صافي هنا استعملت كما قلت لكم لتحت 5 ديال الوريقات، وكل ورقه راه كنشدها وكندهنها كما لاحظتوا، كندهنها بهذيك الخليط ديالي اللي فيه الزبده والزيت.
وهنا التفريشه الثانيه فرشت فيها 3 ديال الوريقات يكونوا فيهم الداخل كتير وعلى برا قليل. صافي في الفوق حطيت ورقه واحده. ها انتم يعني نتمنى الشرح يكون مبسط ويوصل للجميع ان شاء الله، وتصايب البسطيله ديالتك لاله وتجيك غزاله ما شاء الله. انا كنحاول نبسط. هنا خديت الدجاج ديالي كما قلت لكم ضروري تفرقي شحال ما كان عندك سيري بهذا الميثود اللي عطيتك. ديري 3 كيلو ديال الدجاج، ديري نص كيلو ديال اللوز، وديري 10 البيضات ياك في كل بسطيله، وهذه راها 40. ملي تبغي تخدمي ان شاء الله فرقي عندك 10 البسطيلات، هذاك القياس اللي يخرج لك كله قسميه على 10 باش يجيك القياس قد كل بسطيله. ماشي تخدمي وتجي حتى الاخر تلقاي داك البسطيله الاخر بقى فيك غير شويه ما يخرجكش. اللهم من الاول فرقي القياس ديالك. صافي درت الدجاج ديالي وكما شفتي انا رشيت عليه شويه ديال داك الزبده باش كيجي بنين. وهنا ان شاء الله بديت كنهز هذاك البيض وكنديرو في الطبقه الوسطانيه. ها انتم شفتوا، والبيض شديته طيبته مزيان. سمحي لي مشات لي هذيك اللقطه فين انني درتو كيتسقطر. ضروري تشدي البيض ديالك وطيبيه مزيان كي شفتو كنطيبو مع الدغميره مزيان. وملي طيب مزيان حتى تطفي على البوطه ديالك، وباش تاكدي انه ما بقات فيه لا مرقه لا ما لا والو شديه صفيه، ديريه في الكسكاز ولا في الصفايه وخليه يتسقطر، لان ديك الماء هو اللي غيخسر لك الورقه ديالتك وما غتجيكش مقرمله. الورقه لقاصها الماء كتعجن وكتجي خايبه. صافي هاد لاستيوس انني مشى لي هاد المقطع وبغيت ضروري نقول لكم لانها مهمه. علاش مثلا في البساطه ديال الحوت ما تنبغيوش نخدموا بالكونجلي؟ علاش؟ لان الكونجلي كيطلق الماء، شحال ما طيبتيه غيطلق لك الماء، فهمتي؟ حتى كذلك حتى هنايا هذيك المريقه ديالك الا بقات غادي تخسر لك الورقه ديالك وتجيك معجنه. فمن الاحسن غادي نطيب الدغميره ديالي مزيان حتى توكح، حتى تبان لك الزيت تفرقات على الدغميره. عاد رمي البيض وطيب البيض ديالك مزيان تيوكح، وملي يوكح هكاك وسقطريه، ديريه في الصفايه ولا ديريه في الكسكاس وخليه يتسقطر ومن بعد خدميه به. صافي هنا الفصل الفوقاني ان شاء الله غادي يكون فيه اللوز. هذا هو الفصل الفوقاني هو اللي ديما تيكون فيه اللوز. هنايا درت الطبقات ديالي وحده مور وحده مور وحده ان شاء الله، وغادي نبدا نجمع البسطيله. ملي كنبدا نجمع البسطيله كاين شي بسطيلات ما تيكونوش كتبان لكش دايره مقاده، كتبان لك بحال دايره الودينات. ديما هزي وجمعي. هانتي لاحظي انا الورقه كندير ليها هانتي بحال كنكرش الورقه ديالي، شتيها؟ انا كنهز وكنكرش، شوف كنكرشها باش ما كدير لياش الودينات. صافي كنجمع ان شاء الله. ها انتم لاحظوا كنكرشها باش ما ديرش ليا الودينات. صافي ها انا جمعت هذيك الطويات اللي خدمنا لتحت. انتم ماشي كتجي مكرشه. صافي غادي نشوفوا تبارك الله كيفاش جات عاليه. راه انتم كتعرفوا هاد الطاوات ما شاء الله كيفاش كيكونوا عاليين. وشوفوا البسطيله ديالتنا تبارك الله كيفاش جات عاليه. راه البسطيله ماشي هي تجي خاويه وكتبان لك هي كبيره ولكن رقيقه، لا البسطيله هي تجي هماويه وتجي تحط ملي تقطعي داك المورسو ديالك تبارك الله تلقايه عامر. وتا الكليان كيفرحوا ملي كيلقاو البسطيله عامره لوز عامره دجاج ماشي غير البيض وحيد. صافي هنا غنبداو نلمطو كما تنقول ديما غادي نلمطو البسطيله. كنحط الورقه ديالي هانتوما لاحظوا كما كنقول لكم دهنتها بهذاك الخليط ديال الزبده والزيت، وغادي نبدا نهز البسطيله ونخشي الورقه ديالي من التحت وكنورك. هانتوما شوف نهزها وكنخشي الورقه من التحت. صافي شتي غادي نهز عاوتاني الورقه الاخرى غندهنها بالزيت والزبده. هانتوما لاحظوا كندهنها بالزيت والزبده غنحطها الجهه القليله غتبقى على برا وغادي نلمط بها. هانتوما شفتوا هاد الورقه من الاحسن تخدموا بورقه كبيره، من الاحسن بورقه تكون كبيره النمره 40 النمره 45 ولا 50 تكون كبيره.
وتكون البخار الا كانت من الاحسن، الا كانت من الاحسن خدمي بديال البخار. الا لقيتيها كتكون زايده 5 دراهم ولا هذه على الورقه الاخرى، من الاحسن تستعملوا هذا البخار اللي لقيتوها. ما لقيتوش الغالب الله تستعملوا اللي لقيتوه، ولكن كما قلت لك الا كان عندك الوشوه من الاحسن تختاري ديال البخار. صافي كنبدا نجمع. ها نتوما لاحظتوا كنهز وكنلمط بها الورقه البسطيله ديالي صافي، وخليط ديال الزبده والزيت اللي قلت لكم كنخدموا به. علاش كنديروا الزبده كما قلت لكم؟ باش تعطينا المذاق. صافي هانتوما لاحظوا، يعني اهم حاجه انكم تتفرجوا في الفيديو، فهمتي؟ انا كنبغي نوصل لكم المعلومه نتوما كتشوفوا دابا باش تفهموا. كنحط الورقه ديالي الاغلبيه كيكون داخل في الورقه، وكنبقى نلمط بها. كنخشي الورقه ديالي نهز البسطيله، هزيها ما تخافيش منها. ديما تنقول لك باش تزعمي على الحاجه وتصدق لك ما تخافيش منها، وهزي. انا هنا كما قلت لكم كانوا عندي الطاوات عندهم الحاشيات فهم شويه عذبوني. الا كانوا الطاوات ديال البساطه راه كتجيكم الخدمه ساهله، ما كيكونوش داك الحاشيات وغتجيكم الخدمه ساهله. شتي انت كنهز البسطيله ما نخافش منها، لانها لتحت راكم شفتوا تبارك الله شحال درنا لها ديال الورقه، ودرنا التحتاني لداخل قليل وعلى برا خارج، والطبقه الثانيه عاوتاني لداخل داخل وعلى برا خارج، باش كتجيني ورقه متينه وزوينه. هنا باش غادي منين نطيبها ما تقلعش، شنو كندير؟ البيض ديال البيض. ها نتوما لاحظوا البيض ديال البيض كنصمت به هذيك البسطيله. شي داك الورقه الفوقانيه اللي بغيتيها ما تهزلكش كنصمتها بالبيض ديال البيض. شفتوا؟ ها نتوما شوف، كنهز البيض ديال البيض وكنصمت بها هذيك الورقه مزيان، كتصمت ديك الساعه كتلصق، ما تهزلكش الورقه ديالك ما والو، غتجيك البسطيله مقاده زوينه. صافي هذا البيض ديال البيض هو اخر حاجه كنديروها باش كنصمتوا بها ديك الورقه ديالتي. غادي ندوزو ان شاء الله لهذيك الطريقه ديال التكراش. بالنسبه لهذيك الطريقه ديال التكراش اللي قلت لكم ديال داك البابيون، كنشد هذيك الورقه ديالي وكنقسمها على النص ديال الورقه، وكنشد الورقه من الوسط وكنكرشها نحط الاولى ونحط الثانيه حداها. يعني هنا غنستعمل ورقه واحده كنقسمها على جوج. هانتوما لاحظتوا النص ديالها كنديرو كنجمعو كنكرشو، كنشد الورقه كنشد داك النص من الوسط وكنهزو بحال هكا وكيتكرش، كتجيني بحال البابيون. كنحطو وكنحط حتى النص الاخر. صافي نتمنى تكون المعلومه وصلت. هنا ورقه البسطيله وحده في كل طيه. صافي كندير لها نقاده مزيان بحال هكا بحال البابيون، كندهنها بالبيض ديال البيض باش تصمت. كما قلت لكم هذاك البيض ديال البيض هو اللي كيخليها كتجي صامته كما كتحط البسطيله ديالك كما كتبقى. صافي هنا جمعت كنخشيها من التحت. هانتوما شفتوا كنخشي وكنقاد. المهم تيقاد داك لي بلي قاديهم يجيو لي بلي مقادين وحده بحال كتصايبي شي كسيو. انتي خدامه وانتي كتفنني وديري كانتك الكانه ضروري. الا كانت الكانه راه هي اللي كتجيك الحاجه زوينه ومقاده. صافي انا فيما كتبان لي شي بلايصه خصها تجمع وتصمت راه كنجمعها. صافي هاد الطريقه انا خدمت بها البابيون، غنخدم بها ان شاء الله 3. غندير 3 وحده هكا وحده هكا وحده هكا. صافي هانتوما شوفوا غنعاودوها مره اخرى باش تبان لكم باش تجي لكم واضحه. هانتي الورقه كنقسمها على جوج، كنشدها كنجمعها وكنقسمها في النص، كيخرجوا ليا جوج ديال النصوصه هما هادو. كندهنهم بالزبده والزيت. كنشد الورقه من الوسط، هانتوما شفتوا من الوسط وكنجمعها. شي كنجمع دوك لي بلي بحال هكايا. الا درنا هي وحده ما غتجينيش زوينه، فكنديروا النص الاخر حتى هو باش كتجي هذيك الورقه كتجي ديك الوريده كتجي مقاده وزوينه. شتي غندير النص الاخر حداه وكنقاد دوك لي بلي. ضروري دوك لي بلي كيتقادوا باش يجيو مقادين وزويونين. وكنهز البسطيله وكنخشي ان شاء الله داكشي من التحت. وضروري ندهنها بالبيض باش كتبقى هكا كما كتحطها كما قلت لك كما كتبقى. راك عارف البيض هو دابا هنا كيدير داك الدور ديال الكولا، هو اللي تيكولي ليا كتجي داك الحاجه كما كنحطها كما كتبقى. صافي نعاودوها ان شاء الله مره اخرى باش تثبت المعلومه. انا هنا خدمت معكم وحده وانتم خدموا على راسكم. شحال ما كانت خدموا على راسكم، شحال ما كانوا 10 يا 20 يا شحال ما كانوا سيروا بهذا الميثود اللي عطيتكم. انا هاد الخدمه خدمت فيها 3، هي اللي كانوا عندي خدمنا 3 بهذه الطريقه.
صافي. شفتوا هانتوما كنهز الورقه من النص وكنجمع نحطها حدا اختها صافي، وكنستف هذوك لي بلي. شتي؟ وغادي نهز البسطيله ونخشي هذوك الحواشي اللي بقاو شايطين، نخشيهم من التحت، راه هما ملي غيطيبوا راه غادي يلصقوا. صافي. فيما تبان لكم شي بليصه خاصها تقاد راكم قادوها باش ان شاء الله كتجي مقاده وزوينه. انتي خدامه وانتي كتشوفي وكتفنني وكتقادي، ويمكن لك تستعمليها كامل الدور بحال هكا. راه انا خدمت معكم بسطيله ديال الحوت في الاوائل ديال لاشين، خدمت معكم بسطيله ديال الحوت وخدمنا البسطيله كامله غادا بحال هكا، كلها غادا بالبابيوم فيش داك الجنيبات خاويين. اللي باغي يدخل يتفرج فيها يدخل يتفرج ان شاء الله. نحط لكم لو ليان، نحط لكم ان شاء الله لو ليان لتحت في صندوق الوصف. دخلوا تفرجوا في الطريقه ديال الطويان الا بغيتوا ديك الطريقه حتى هي تشوفوها. ويمكن لكم تستعملوا 4. المهم نتوما تفنوا، يمكن ديروا غير 2، وحده من هنا وحده من هنا وتجي ديك الوريضه الوسط. المهم نتوما تفنوا، انا كنعطيكم مجرد فكره وانتوما تفننوا. انا غنحط لكم حتى البسطيله ان شاء الله ديال الحوت، نحطها لكم في صندوق الوصف، ودخلوا تفرجوا في الطريقه ديال الطويان ديالها حتى هي راه كتجي محمره وغزاله. صافي. فيما كتبان لي شي بلايصه خاصها تقاد راه حنا كنقادوها ان شاء الله. هنا كملنا ان شاء الله 3 ديال البساطه اللي وجدناهم. انا هنا في الليل، غدا عندنا ان شاء الله المناسبه مع الغدا، ما يمكن ليناش نخدموها في نفس النهار، صعيبه. في الليل وجدت هادشي كاع كامل، غادي نديروا له السلوفان، فهمتي؟ ندير له السلوفان ويبات في الثلاجه، ضروري تبات في الثلاجه صافي، لانكم عارفين الماكله ضروري الثلاجه واش تبقى بارده. هنا وجدناهم من الليل ان شاء الله. هذاك راه هو اللي حضرنا داك الفلون حتى هو وجدناه في الليل. غندير لكم ان شاء الله الفيديو الجاي الفلون، تقدروا تفرجوا فيه، درناه حتى هو شي حاجه غزاله وزوينه. الفلون رويال وجدنا كلشي في الليل. غادي نديروا له السلوفان ويبات في الثلاجه صافي، باش غدا ان شاء الله منين نقرب المناسبه بهذيك الساعتين ديال المكانه غادي نديروهم يطيبوا. ها هما البصل ديالنا هنا بداو كيطيبوا. عندك بزاف يعني فوق 4 فوق 5 صيفط الفران ديال الزنقه، غير هو ضروري توقفي على الفران ديالك يرد لك البال مع البسطيله، ما يجهدش عليها العافيه باش ما تحرقش وتحرق من برا وتبقى لك معجنه من الداخل. فالبسطيله كتبغي الخاطر وكتبغي تكون منقوصه. فهنا انا شتي هنايا انا هنا دازو لي حدا الفران، قاصوا لي الفران واحد شويه صافي دات من داك الجويه. يعني ردي البال عافاكي مع الخدمه ديالك. منين تخدمي تجي حتى الاخر وكيخسر تخسر لك شي حاجه بحال هكا كديرونجي، فهمتي؟ يعني ردي البال مع الطياب، وقفي على الطياب في الفران ديال الزنقه. الا كنتي غتمشي وقفي عليه، كنتي في الدار ان شاء الله نقصي العافيه، نقصي عليها العافيه مزيان 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 مزيان، وخلي البسطيله ديالك طيب على خاطرها. كل ما كان ديما انا هذه القضيه تنقولها لكم بزاف، كنقول لكم نقصوا العافيه الحاجه وخليها تاخذ حقها في الطياب. صافي. شديت دوك الجنيبات درت لهم السكر كلاصي، وهذوك لي بابيون هنا غادي ندهنهم بالعسل، ندهنهم بالعسل، وغادي ندير عليهم اللوز ايفيلي. اللوز ايفيلي حتى هو راه مقرمل وطايب من قبل. وجدنا تمايا البريوات ديال اللوز. دخلوا تفرجوا داكشي كلشي انا حاطه لكم في القناه، كلشي حاطه لكم في البريوات كلشي يعني بالتفصيل. اللي اي فيديو بغيتوه دخلوا لاشين 5 راه غادي تلقاو اي فيديو بغيتو ان شاء الله تلقاوه. وحتى الحاجه اللي ما لقيتوهاش وبغيتوها مني صيفطوها لي في كومونتير، وانا راه الاشاره نخدموها مع بعضياتنا ان شاء الله، وكنا نستافدوا مع بعضياتنا. يعني شي كيتعلم من شي، نتوما انا نتعلم من عندكم وانتوما تعلموا من عندي، ونديروا اليد في اليد ان شاء الله ونزيدوا القدام ونخدموا ان شاء الله على راسنا ونعاونوا راسنا. علاش لا؟ فهمتي؟ نعاونوا راسنا. غير الانسان يتفانى في العمل ديالو. يعني الخدمه ديالك بغيها باش تعطي فيها، ماشي غير تطلبقي وتعطي. يعني خدمي خدمه ديالتك من نفسك، وخدمي بالحاجه الكاليتي، خدمي بالكاليتي، خدمي بالزبده مزيانه، خدمي بالزعفران الحر بالسمن، خدمي باش كتخرج لك خدمه مزيانه. وتلزتي واحد شويه ديال الثمن ماشي مشكل، ولكن كتكون الخدمه ملي كياكلها الانسان ما يعرفكش راه ناقصه في الثمن، لا غايقول لك الخدمه كاليتي ديالها ناقصه، فهمتي؟ اما ملي كتذوقي الحاجه وكتلقيها بنينه كيمشي شوف راه ما كتكونش شي حاجه كثيره، كتكون حاجه قليله اللي زايده ديال الفلوس، ما كتكونش بزاف.
انا هاد البسطيله هادي ديال 40 كامله تبارك الله فيها نتوما شفتوا 3 د الفرارج وفيها هادي خدمناها ب 650 درهم. هادشي باش كنخدم هاد البسطيله 650 درهم 700 درهم على حسب عاوتاني الدجاج واللوز. دابا انا الوقت اللي كنسجل معكم راه الدجاج غالي غالي، يعني راه داير 28 درهم. ما غيمكنلكش تخدمي 3 د الفرارج وتخدمي بها بسطيله وتخدميها ب 650 درهم، ما غيمكنش، ما غتخرجكش بهاد الكاليتي اللي كتخدمي. وتخدمي اللوز دابا داير 80 درهم، الورقه د البسطيله 30 درهم ديال البخار، يعني صعيبه ما غتخرجكش. فانتي سيري على حسب الوقت. كان الدجاج ناقص يسري مع الكليان ديالك، كان الدجاج طالع غادي الكليان ديالك يصبروا معاك، فهمتي ليك غيذوق حاجتك وغيعرفها، راه ما غيبدلكش. هادشي باش كنقول ديما خدمي بالكاليتي، خدمي بالكاليتي، راه الكليان ديالك ما غيبدلكش وغيذوق الماكله وغتعجبو. خدمتي بحاجه عيانه راه الانسان غيذوق حاجه ما يعاودش يرجع ياخذها من عندك مره اخرى. خدمي بالكاليتي وسيري على حسب السوق. ديما انسان يزيد ديك يخدم يشوف السلعه شحال تقامت عليه ويزيد ديك 30% 25%، صافي هذيك بثمن ديال يديه باش كتكون حلال طيبه وبصحه وبالراحه ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله ان الحصه ديال اليوم تكون عجباتكم، والحصه المقبله ان شاء الله غادي نديرو كما اتفقنا الفلون اويال اللي ان شاء الله تخدموا به بثمن البايع بكل شيء ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله الا بغى الله. يلا تهلاو هاد الساعه في راسكم، وان شاء الله نتلاقاو في حصه واحده اخرى في حلقه واحده اخرى ان شاء الله مع بعضياتنا. ومرحبا بكم مره اخرى في قناتي وقناتكم 5 كنتمنى انها تكون كتنال اعجابكم.